اسكندريه على كورونا. كورونا يا جماعه تعالوا نسرد مع بعض دقائق بسيطه كده. كورونا لما نفتكر الموجه الاولانيه وكان معانا مداخله الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحه، وسالته مباشر احنا دخلنا الموجه الثانيه، الراجل قال انا ما قلتش كده. طيب احنا الموجه الاولانيه، احنا طبعا في الموجه الثانيه بايدينا ورجلينا. دلوقتي احنا قاعدين في الموجه الثانيه، ولكن الاسبوع اللي فات احنا ما قدرناش نوصل احنا في الثانيه ولا لا. تعال نشوف الموجه الاولانيه مشيت ازاي معانا. العالم كله كان بيتخبط وارقام فلكيه. دول رئيس الوزراء طلع بيعيط في فرنسا وفي انجلترا قال خارج السيطره، وايطاليا قفلت كل الدنيا 24 ساعه، وامريكا كانت بيناموا في الشوارع عاملين لهم الحجر بتاعهم في الشوارع، مخططين الشوارع. واحنا هنا كانت اصاباتنا 7 بقت 15 في اليوم، بقت 25 بقت 50، وقعدنا كتير قوي عشان نكسر حاجز ال100. كسرناه بعد مراحل كبيره جدا، والدول دي كانت بتسجل حالات كبيره بال50,000 وبال100,000 في اليوم. وبعد كده كسرنا حاجز ال1000 كان الموضوع بينتهي. كورونا في العالم بتقفل وبتنتهي، واثنينا على دور الصحه والدوله في هذا الموضوع. كارثه كبيره العالم كله بيواجهها، احنا واجهناها، نعتبر من الدول الاوائل اللي نسبه خسائرنا ضعيفه الحمد لله. ولكن لما نيجي النهارده ونلاقي تسجيل كورونا بعد ما كنا في الموجه الثانيه، انا بقول في الموجه الثانيه، اللي عايز يعترض يعترض. الموجه الثانيه اللي ليها طابع خاص ملهاش اعراض، هنرجع للحته دي. ولكن لما نبدا تسجيلنا بارقام كبيره زي دي، احنا بادئين من 300 فيما فوق، يعني النهارده مسجلين 358، يعني ما فيش بقى 7 و8 و15 وبعدين 25، مفيش الكلام ده. بادئين من 300 فيما فوق، بادئين بالوفيات ب 14 النهارده. 14 دي كانت الاصابات عندنا وامريكا بتقفل، يعني بادئين بقوه ربنا يسترها. ولسه لغايه دلوقتي الاحساس بالموضوع من الشعب، بلاش الحكومه، هنقول الحكومه احترازياتها ايه. افراد الشعب مش حاسين، مش شايفين، او اتعودوا، او قالوا كورونا خلاص معانا في جيبنا. فيا جماعه لا، كورونا المره دي خطيره، المره دي شرسه، المره دي كورونا بلا اعراض. يعني سخونه وقيء وكلام من ده اللي كنا بنسمعه، لا، ممكن تبقى حامل كورونا وماشي في الشارع عمال ترمي كورونا للناس، تعطس 70,000 كورونا وانت ما عندكش عرض، انت مش حاسس، انت مش فاهم انك مريض. ايه اللي ينقذ كل ده؟ عفوا، الماسك. البس الماسك. الدولة قالت وياما دلدلت لسانها البسوا الماسك. فالكورونا انا كحيت، معرفش الظاهر الكلمة جت على كورونا. امريكا سجلت في ظرف 6 ايام سجلت مليون حالة. امريكا مليون حالة اضافية. امريكا وصلت النهاردة الرقم فلك 12 مليون. يا جماعة الناس دي عندها امكانيات وعندها فلوس وعندها مستشفيات، احنا ما عندناش ده. حافظوا وخلي بالكم. عامة الحكومة طلعت حزمة قرارات احترازيه، قالت اي مدرس مصاب بكورونا لا هياخد اجازه، والاجازه دي هيبقى مدفوعه الاجر، ومش هيدخل لما يبقى في مسحه تاكد سلبيه الاصابه. عندنا الكورونا بدات وزاره التعليم تاخد احترازيات. من حقك، قلنا الكلام ده، انك تلغي السنه وما تحسبش رسوب، ما تروحش خالص. من حقك تنقل منازل وتدرس جوه بيتك. من حقك النظام الاونلاين. المهم من حقك طالما احنا في الخطر ده. طيب الدولة عملت ايه بقى عشان تواجه الموضوع ده؟ هنلاقي ان في حزمة قرارات، منها تاني اصدر اللواء محمود شعراوي، ده وزير التنمية المحلية، قرار بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش. وعلى فكرة عاملين يوميا بيعملوا 5000 محضر، يعني يوميا في تصريحات الحكومة 5000 محضر للمخالفين ان هم مش ملتزمين، بيفتحوا برضه مش فاهمين ان في كورونا. كارثة. كافيهات فاتحه ولا سأله في حد ويتعمل لها المحاضر. طب ما يا ابني ما انت هتدفع فلوس غرامات وهتوصل السجن بعد كده. عامة القرار هيبقى غلق، والقرار لغايه دلوقتي هم حددوا في ديسمبر، اول ديسمبر، لكن ما حددوش الوقت من كام لكام هيحصل، ده لسه مختلفين على الوقت. ولكن حاجه في وسط القرارات دي شملت الديسكوهات. الديسكوهات خرجت من القرارات ان الديسكوهات تقفل الساعه 2 بالليل. الله، هو الديسكوهات يا استاذ عادل يا مصري رئيس غرفه المنشات السياحيه، هي الديسكوهات دي حضرتك ضد الكورونا على اساس ان هم بيشربوا كحول جوه، فالكحول بيموت الكورونا فهم مش هيصابوا كورونا؟ يعني مش فاهم القرار. يعني ايه ديسكوهات؟ ما تتقفل الديسكوهات. ممكن الكحول يكون اللي بيشربوه جوه بيموت كورونا، فمش مهم الديسكوهات سيبوها، يطلعوا يدخلوا جوه يسكروا ويطلعوا يعضونا بره، واحنا مالناش ذنب في حاجه. عامه
عامة هنشوف الموضوع ده هيوصل لفين، لان الديسكوات دي لازم تدخل في الحكاية دي. وعندنا اسعار الذهب